السلام عليكم جميع المتتبعين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، يوم جديد، معلومه قانونيه جديده. قبل ما ندوزو الفيديو، فضلا وليس امرا، اللي اول مره كيشوف هذه القناه يحاول يدعمنا بالاشتراك والاعجاب باش تستمر هذه القناه وباش تعم الفائده ديال المعلومه القانونيه. فتابعوا معايا الفيديو حتى للنهايه. الموضوع ديال اليوم اللي غادي نهضروا عليه هو موضوع كفالة الأطفال، يعني سواء الأطفال المهملين أو غير المهملين. فمن خلال هذا الفيديو والحديث ديالنا على الأطفال أو كفالة الأطفال بصفة عامة، سواء مهملين أو غير مهملين، غادي نحاولوا أن نتكلموا على الإجراءات باش يمكن لأي واحد يتكفل بطفل سواء مهمل أو غير مهمل. كذلك غادي نشوفوا الوثائق، ثم اخيرا غادي نشوفوا شنو كيترتب على كفاله هذا الطفل في حاله ما تعطات الكفاله. قبل ما نبداو في الموضوع، لابد اننا نميزوا ما بين الاطفال المهملين وما بين الاطفال غير المهملين. بالنسبه للاطفال الغير المهملين، هما الاطفال اللي تيكون عندهم الاب والام وكيكونوا معروفين وتيكونوا كذلك مسجلين بسجلات الحاله المدنيه، لكن هما كيبغيو يعطيوه لشي حد اخر تيكون اكثر امكانيه عليهم. أما بالنسبة للطفل المهمل، وحسب القانون المنظم لكفالة الأطفال اللي هو 1501 كيقول لنا على أن الطفل المهمل هو اللي ما كيبلغش السن ديال 18 سنة، وكيكونوا يا إما الأبوين ديالو مجهولين أو لا كيكون الأب مجهول والأم معلومة لكنها تخلت عليه بمحض إرادتها، أو لا تكون هذا الطفل يتيما، أو إذا عجز أبواه على تربيته، أو كذلك كان أبويه منحرفين ولم يقدما الرعاية اللازمة لهذا الطفل. فحد هنايا غادي نكونوا ميزنا ما بين الأطفال المهملين والأطفال غير المهملين، يعني كتعريف بسيط. غادي ندوزو الاجراءات في حاله ما شي واحد بغى يتكفل بواحد الطفل سواء مهمل او غير مهمل، لابد كيدوز واحد الاجراءات مسطريه. اول اجراء هو كيكتب واحد الطلب للسيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين. تيكون المضمون ديال هذا الطلب انه يود يعني كفاله الطفل. اما بالنسبه للوثائق اللي لازم يرافق هذا الطلب، هو فوتوكوبي ديال البطاقه الوطنيه، كذلك عقد ديال الزواج في حالة لكان طالب الكفالة متزوج، وكذلك شهادة طبية تثبت السلامة الصحية أو البدنية من أي مرض معدي أو مانع كيمنعو من القيام بواجبه، وكذلك الشواهد التي تفيد الحالة المادية لطالب الكفالة بحال التصريح بالدخل. هنايا واضح، قلنا الإجراءات اللي هي طلب وقلنا الوثائق اللي غادي نحتاجوهم. غادي ندوزو المسائل اللي كيديرها القاضي. فهنايا القاضي فاش كيتوصل بالطلب من عند طالب الكفاله اللي المضمون ديالو انه باغي يتكفل بواحد الطفل، هنا القاضي كيقوم بمجموعه من التحريات تحت اشراف النيابه العامه وبمساعده اجهزه اخرى. هاد التحريات كتكون دقيقه على طالب الكفاله، كيبحثوا عليه مزيان، واش هو صالح اجتماعيا، واش هو صالح اخلاقيا، واش الماديات ديالو كافيه، واش هو صالح انه يكون قدوه باش يربي هذا الطفل هذا. ثم كذلك كيشوفوا واش هذا طالب الكفاله لم يسبق له ان حكم بجريمه تمس بالاخلاق، بحال دابا النصب والاحتيال، السرقه، او لا او لا تحكم بواحد الجريمه ضد الاطفال بحال الاغتصاب او لا هتك عرض قاصر. هاد المسائل كلها كيشوفها القاضي وكياخذها بعين الاعتبار باش يمكن له يمنح الكفاله لهذا الطفل او لا يرفض له الكفاله. اخيرا لما كينتهي القاضي بالتحريات اللي دارها حول طالب الكفاله وطبعا تحت اشراف النيابه العامه، هنا كيصدر اخيرا حكم بالكفاله او لا بالرفض هذه الكفاله. فمثلا الا تصدر حكم بالكفاله ديال الطفل، هنا كياخذ طالب الكفاله هذا الحكم وكيمشي يوثقو عند عدلين، وبالتالي فاش كيصدر هذا الحكم هذا بالكفاله وكيوثقوا طالب الكفاله عند عدلين، كيصبح عنده واحد الكفاله قانونيه، وكذلك كيصبح عنده واحد الالتزام على العاتق ديالو بالانفاق والرعايه ديال هذا الطفل كانه الاب ديالو البيولوجي او الاب ديالو الحقيقي. وبطبيعه الحال الكفاله لم يترتب عليها الارث، اي ان هذا الطفل
المكفول ما كيمكنلوش يورث في الكفيل في حالة الوفاة. يمكن له حاجة وحدة أنه يدير له الصدقة أو الهبة. لكن السؤال المطروح هنايا، شنو هي الأسباب اللي كتخلي الكفالة تنتهي؟ يعني هي تعطات له الكفالة، ولكن واش كاينه شي أسباب كتخلي الكفالة تنتهي وما كيبقاش هذاك كافل وهذاك مكفول؟ نعم، كاينه أسباب تنتهي فيها الكفالة. أول حاجة هو فاش كيوصل المكفول 18 سنة شمسية كاملة، أي كيوصل سن الرشد القانوني. لكن هذا الأمر لا يسري على البنت، ولأنها لأنه هو ملزم ينفق عليها إلى أن تتزوج، ولا يسري على المعاقين، ولا يسري على الأطفال اللي عاجزين عن الكسب. وكذلك المسألة الأخرى اللي كتنتهي فيها الكفالة هي إذا قدر الله توفى الكافل أو لا توفى المكفول، هنا تنتهي الكفالة. وكذلك فقدان أهلية الكافل اللي كتعتبر كذلك من الأسباب لانتهاء الكفالة. وكذلك حل المؤسسة أو المنظمة أو الجهة الكافلة. وأخيرا إلغاء الكفالة بأمر القضاء في حالة الإخلال بالالتزام أو لا التنازل أو لا اقتضت مصلحة المكفول ذلك. لأن كيف ما كنعرفوا الكفالة بصفة عامة هي واحد الالتزام كياخدو على العاتق ديالو داك الكافل باش أنه يرعى وينفق على هذا الطفل هذا. فإلا اختل او لا هو يعني هاد الالتزامات ديالو اختل بها، فاكيد غادي تنتهي له الكفاله بامر قضائي. وبطبيعه الحال هنايا غادي يشوفوا المصلحه الفضلى ديال هذا الطفل هذا. نقطه اخرى الا بغينا نوضحوها هي في حاله الطلاق والتطليق. هنا في حاله الطلاق والتطليق ما كتنتهيش الكفاله، هنا كيكون بالاتفاق ما بين الزوج والزوجه، ويطلب بطلب منهم بطبيعة الحال، كيطلبوا من القاضي أنه يا إما الكفالة يحتفظ بها الزوج ولا تحتفظ بها الزوجة، أو لا مهم على حسب الاتفاق بيناتهم، أو لا القاضي هنايا كيشوف المصلحة الفضلى ديال هذا الطفل. فكيف ما شفتوا سواء هاد الإجراءات سواء التحريات اللي كيقوموا فيها في هذا الإطار هذا ديال الكفالة ديال الأطفال، كيف ما قلت لكم سواء مهملين أو غير مهملين، فهي واحد الإجراءات أو لا بغينا نقولوا هي ضمانات حمائية للطفل وجب احترامها، باش هذا الطفل هذا إلا تعطى شي واحد باش أنه هو يتكفل به، فيكون يعني هو على مقدرة من جميع النواحي، اجتماعيا ماديا أخلاقيا من ناحية التنشئة ديالو. وهذه كذلك تعتبر من الأشياء اللي كترتب على هذه الكفالة. لهذا كيصبح هذا الطفل هذا في حالة إسناد الكفالة كيصبح بحال الطفل الأصلي أو الطفل البيولوجي للمكفول للكافل عفوا، باستثناء الإرث ما كيورثوش وما يمكنش يعطيه بطبيعة الحال الاسم العائلي ديالو، وإنما من ناحية الإنفاق من ناحية الالتزامات لازم أنه يقوم بها وكأنه كيقوم بها على الابن. فعند إسناد الكفالة للكافل كيكون عنده واحد الالتزامات بطبيعة الحال تجاه هذا المكفول، بحالو بحال الابن ديالو الحقيقي أو الابن ديالو البيولوجي، كيكون عنده التزامات يعني تجاه هذا المكفول من ناحية الإنفاق، من ناحية التنشئة إسلامية، من ناحية الدراسة، من ناحية التطبيب، من ناحية التربية، من ناحية الرعاية بصفة عامة. وكذلك كيمكن له يستافد من التعويضات اللي يمكن له تتمنحها عليه الدولة بحال للاولاد بحال اللي كيستافدها عن يعني على الاولاد ديالو. وكذلك كيمكن له يتعاقب الى دار المكفول جريمة في حق الكافل، وكذلك العكس الى دار الكافل جريمة في حق المكفول، كيتعاقبوا بحالهم بحال الوالدين مع الابناء ديالهم. وكذلك الكافل كيكون مسؤول مدنيا عن افعال المكفول، مثلا الا دار المكفول شي مشكل فهو الكافل كيكون مسؤول مدنيا على الافعال اللي دار هذا القاصر بحال لانه الابن ديالو. الاختلاف اللي كاين هنا هو انه ما كيورثش فيه وما يمكنلوش يعطيه الاسم العائلي ديالو بطبيعه الحال، وما كيورثش فيه سوى ان الا بغى انه يدير له او لا يكتب له الصدقه او الهبه. واخيرا هذا هو نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله نكون وضحت لكم هذه المساله او هذا الموضوع هذا اللي هو كفاله الاطفال، وما يعني
وضحت لكم شنو معنيه كفالة الأطفال المهملين وغير المهملين. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر، واللي عنده شي تساؤلات يحطها لي في التعليقات، وان شاء الله نحاول انني نرقي من المحتوى، وان شاء الله وغادي نمشي في الطلبات ديالكم. يعني الا عندكم شي مواضيع ولا شي حاجه وبغيتوني نتكلم لكم عليها، فكنتمنى انكم ديروها لي في التعاليق، وانا رهنا الاشاره. والسلام عليكم.